شلون دعمت العتبة العباسية القطاع الصحي بالعراق؟ العتبة العباسية دخلت مو من أجل المنافسة، لا، بل من أجل سد النقص الحكومي الحاصل بالقطاع الصحي. سوت عدة أشياء، أهمها مستشفى الكفيل. بهذا المستشفى قللت من هجرة الكفاءات العراقية الطبية واستقطبت اختصاصات أجنبية دقيقة، وبدل أن يسافر المواطن العراقي ويتحمل تكاليف عالية برا العراق، جابت له الأطباء والاختصاصات هنا. قللت له تكاليف العلاج والسفر، وسوت أكثر من 51 ألف عملية جراحية تكللت منها 98% بالنجاح. لعبت دور كبير في جائحة كورونا، وبدل منة الاستيراد سوت العتبة العباسية مصنع الجود للمحاليل الوريدية اللي ينتج أكثر من 27 مليون عبوة محاليل وريدية. هذا المصنع يمثل نقلة كبيرة في الأمن الدوائي داخل العراق. الأمر ما اقتصر هنا، بل راحت للتعليم. أدخلت في جامعة العميد والكفيل أحدث المختبرات الطبية بأجهزة حديثة متطورة، وسوت عدة مبادرات مجانية كعيادات طب الأسنان الجامعية ومركز أم البنين لمعالجة الأطفال، هذه طبعاً للفئات المحتاجة. وصلت اليوم إلى مستشفى الزكي، أحد مشاريع العتبة. هذه المستشفى قيد الإنشاء، وراح تكون في خدمة أهل الحلة، واللي تعتبر من أفضل 5 مستشفيات بالشرق الأوسط. أما القادم فالعتبة العباسية راح تفتح معمل الوافي للأدوية ومصنع إنتاج الأجهزة الطبية الدقيقة، إضافة إلى مستشفى الزكي في محافظة بابل. هذا بشكل مختصر للمشاريع اللي سوتها العتبة العباسية مؤخرا بالعراق، محققة بذلك عدة أهداف، أهمها السيادة الصحية والوطنية العالية لخدمتها بعدة محافظات، والسرعة والاستجابة العالية في إدارة الأزمات اللي تحدث في هذا الوطن. هذا الفيديو لصالح قسم المشاريع الهندسية بالعتبة العباسية المقدسة.